بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه إطلالة نختارها تعود دقيقة أو دقيقتين، وعلى الأكثر 3 دقائق. نختار نتكلم من خلالها عن مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعض التطبيقات، ويأتي في مقدمة هذه التطبيقات تطبيق التيك توك. طبعا كيف تعرفوا كاملين عن هذه الشبكات أنها ساهمت في عملية التواصل الاجتماعي، وأنها ساهمت أيضا في إتاحة الفرصة للتفكير وللنشر، وكذلك أيضا ساهمت في تسهيل فرص للترويج وتقديم الخدمات المتنوعة، وكذلك أيضا ربما في تقديم معلومات عن الكثير، يعني معلومات كثيرة جدا عن مختلف مناحي الحياة، طبعا حياة الإنسان. لكن استخدامها خطير، خاصة في بلد كيف بلدنا احنا، منتشرة فيه الأمية، وبلد حديث وعهد بالحضارة أو بالحداثة على الأصح. ونلاحظه كاملين لين تعودوا تتابعوا، تعودوا تعرفوا على أغلبية، يعني نسبة كبيرة جدا، وإن كنت ليست لدي إحصائية دقيقة، لكن أغلبية بعد كبيرة من الشعب الموريتاني أصبحت تهتم بمجال، يعني ما تنشره شبكات التواصل الاجتماعي، وبما تقدمه من معلومات في غالب الأعم هي معلومات تحتاج إلى التدقيق وتحتاج إلى الفرز، وقد ساهمت وللأسف في نشر الكثير من الشائعات والمعلومات المغرضة. هذا إذا استمر في بلدنا للأسف، فستكون نتائجه سلبية على الجميع. وأيضا ستكون هذه الشبكات بدل لعب دورها الإيجابي سيكون دورها خطير على مجتمع كمجتمع احنا، مجتمع متنوع ثقافيا، ومجتمع أيضا لا زالت ممارسة السياسة بمفهومها السياسي فيه دون المستوى المطلوب، والمثاقفة والحياة الثقافية فيها على كل حال هي الأخرى دون المستوى المطلوب. إذن مجتمع مهيئ للاختراق، ولعلكم تتابعون اليوم خطورة اختراق تطبيق التيك توك، وخطورة ما يقدمه من معلومات، وكذلك التساهل الملاحظ في التعاطي مع هذا التطبيق. طبعا هذا التطبيق كيف تعرفوا كاملين يركز على تقديم مجموعة من الفيديوهات القصيرة، غالبا ما تكون أو غالبا ما تقتحم خصوصيات الأفراد، وكذلك أيضا قادما ما تقتحم بيانات البيانات الشخصية، وأحيانا أيضا يعني تقدم المعلومات الحساسة والخطيرة وانعكاساتها على القيم وعلى المجتمع وعلى البناء المجتمعي ككل. وطبعا المولي فيها الغالب الأعم تكون أيضا مملوءة بالاعتداء على الأصح على الخصوصيات، وبالتالي خطورتها أكبر بكبير، يعني بشكل كثير على المراهقين والمراهقات اللي دور تعودوا تتابعوا ذا كامل، وتتابعوا القيم القيم اللي والله ما هي قيم قاع، هذا الإنتاج التافه اللي بدأنا نستقطبوه، وبدأ الكثير يتداول لدى بين المراهقين والمراهقات، ونتاج للأسف وصور وياسب المسائل اللي يعني إذا ما استمر سيدمر المجتمع، وسينهار أمام هذا السيل، يعني السيل الجارف من الفيديوهات الخطيرة جدا. وبالتالي يلا الشعب ينتبه، ويلا الأسر خاصة تنتبه لأبنائها وبناتها، وتعدوا حملة تينة من أجل غلق هذا التطبيق لخطورته، كما قام بذلك دول عديدة. شكرا لكم.